السلام عليكم أحبائي. اليوم نشوفوا مع بعض وصفة بلح الشام، وصفة رائعة جدا. وصفة اللي بزاف يلقاو صعوبة فيها، بزاف اللي جربوها يعني على قدر سهولتها على قدر بزاف اللي ما تنجحش معاهم. وعلاه اليوم راح ندير لكم كل الصعوبات اللي تقدر تقابلك وكيفاش الحلول تاعها، كيفاش تجي طايبة من داخل ومن برا، كيفاش تجي لونها رائع جدا، كيفاش تجي الشكل تاعها يجي رائع. بلح يعني بلح الشام اسم على مسمى، لاحظوا جيدا في الصحن كأنها بلح حقيقي، يعني البلح هو التمر كما على بالنا. ايضا راح نمد لكم يعني لي زاستوس باش ما تحمرش بزاف، ليه ما تغلبكمش، يعني يطيب من برا قبل من الداخل في الزيت. كيفاش يعني كيفاش تتشكل العجينه باش يعني تجي شكل واحد كما راكم تلاحظوا. كيفاش يعني راح نمد لكم توت لي زاستوس باش تنجحوا فيها، لانها وصفه سهله بزاف بزاف ومقاديرها يعني غير مكلفه. وحنا كما على بالنا في تقاليدنا لازم هذاك الصحن تاع المعسلات يكون حاضر معنا على مائده الافطار، ونفضل ان نطيبوا حاجه في الدار سهله كما هكا ومكونات بسيطه احسن من اللي نشريوها، لانه اللي نشريوها كما على بالنا الزيت مستحيل راح تكون زيت جديده كما تاع المنزل. هذه هي. كما قلت لكم ايضا الوصفه هذه هي وصفة سهلة جدا، مكونات بسيطة، شكل رائع وذوق أروع. يعني وممكن انكم تحضروها ايضا يعني وتقعد عندكم لمدة ايام طويلة. يعني انا درت اليوم كمية قليلة، تقدروا تضاعفوا الكمية ويعني ديروها اون فوا بروميي جور تاع رمضان ولا قبل رمضان بنهار، ولا راح تدير لكم يعني تحكم لكم حتى اسبوع ولا اكثر. تجودوا بها يعني تبدلوا تحطوا في الصحن بالعقل على مائدة الافطار. هذه هي. المكونات بسيطة جدا كالعادة، يعني كاس تاع ماء وكاس تاع فرينة، كاس فرينة اللي هو طحين. كيفاش يعني كيلة تاع ماء، انا هنا ما درتش كاس معمر، يعني درت نفس الكيلة ناقص اصبع ولا اثنين. نتوما يعني تقدروا ديروا اي كيلة عندكم، ديروا يعني فنجان فرينة وفنجان ماء، غرفية فرينة غرفية ماء، يعني المهم نفس المكيال. نفرغوا الكاس تاعنا نحطوه في الكاسرونة، نحطوا عليه 2 ملاعق من الزيت، تقدروا ديروا السمن تقدروا ديروا زبده دايبه، نتوما احرار، ورشه ملح. نحطوا هاد الكاسرونه فوق النار، لما تبدا دير لي بول من لي بوردور قبل ما تغلى تماما نطفي، نحط الكاس تاع الفرينه تاعنا مباشره، نبدا نخلط نطفيه مؤقتا فقط النار، ماشي ديفينيتيفمون، يعني نطفيه نخلط. لما يمتص الماء الفرينه وتبدا تنحى من لي باغوا، نعاود نشعل عليه على نار قليله ونبدا نخلط في الفرينه حتى لو ماكسيموم تاع السوائل تتبخر معايا، يعني تشيح العجينه مليح. الخطوه هذه مهمه جدا ايضا باش تطيب، باش بلح الشام يعني يطيب معاك من الداخل مليح. لازم العجينه نجفوها مليح فوق النار، ماشي غير ما تتماسك نروحوا نحيوها. هذه هي. درك نبردوا شويه العجينه في نيطاليوها في صحن كما شفتيو معاي، نيطاليوها ونخلطوها شويه حتى تبرد شويه حتى تولي دافيه، يعني ما حاش تبرد تماما. ونضيفوا لها البيضه تاعنا، نبداو ندخلوا في البيضه تاعنا بالعقل بالملعقه، ومن بعد نعاود نروحي بلا سباتول. الخطوه هذه كامله تاع العجينه كيفاه نبردوها وكيفاه نخلطوا العظمه تقدروا ديروها بلو بيتران ولا بلو باتور. انا كوم كميه قليله فقط درت بيدي فرك. هذه هي. ايضا كاين لي غوسيت هنا، لكن تلاحظوا لا غوسيت تاعي ما فيهاش سكر، ما فيهاش عسل، وما فيهاش سيرو. يعني بزاف الوصفات اللي غادي تدور في اليوتيوب دائما تلقى فيها شويه عسل شويه سكر ولا شويه ولا معطر، ولا انا هادو ما فيهمش خلاص، فيها غير الملح والماء والزيت. هذا القمع اللي استعملته قمع مسنن، انا استعملت هذا وانتم تقدروا ديروا اي قمع متوفر عندكم يكون مسنن. هذه هي. كما قلت لكم ما فيهاش خلاص حتى حاجه حلوه لداخل. وعلاه هذه ثاني من بين الاسرار باش تنجح معاك، يعني باسكو كنت تحطوا السكر وتبداو تقليو فيه مباشره راح يبدا يحمر. كي تحطوه في الزيت، كي يسخن الزيت عليه مباشره يحمر، راح يبدا يحمر معاكم قبل ما يطيب من الداخل. دونك حنا نيفيتيو خلاص الحلاوه في داخل العجينه. هذه هي. لاستيس الاخرى، بزاف اللي كيحطوا كوم العجينه هذه شويه مطاطيه كيما تاع لي شو، دونك اللي يحطوها في الكيس الحلواني كيما يعودش قماشي راح يتقطع معكم. اولا لاستيس الاول دوبليت الكيس الحلواني، وثانيا فرغت 2 ملاعق فوق العجينه بلا ما ندخلها، ندهن بها العجينه ونشكل ان بودان كيما راكم تلاحظ، وندخلوه في نص الكيس الحلواني، يعني يجي مغلف كامل بالزيت. هذه بالطريقه هذه راح يعني العجينه تاعكم تجي يعني تدير بطريقه سلسه. انا هذا واش درت، يعني ما قطعت الفيديو ما والو، يعني انا ديريكتومون هذا هو 2 اكياس والعجينه مدهونه بالزيت.
ما يتقطع لي الكيس الحلواني ما والو، عادي جدا. العجينه تسبوشالي بطريقه سلسه جدا. هذه لاستيس بزاف ثاني عندهم مشكل في هذه. ايضا دركا من بين ثاني لي زاستيس، شوفوا نشكلوا العجينه كامله اللي درناها كامله، نشكلوها فيها بلاطو ولا فيها بلانش ولا، ومن بعد نجيو نحطوا هنا يعني الزيت تاعي بارد تماما، مازلت ما شعلتش عليه. نحط الحبات تاعي كامل في المقلاة في الزيت بارد تماما، ومن بعد نشعل عليه متوسط وما نمسهمش حتى يطفوا. كي يبداو يطفوا معايا التم نبدا نخلط فيهم. هذه هي باش ما نجرحهمش وما نفسدش الشكل تاعهم. في نفس الوقت حطيت قدامي كما شفتوا عسل بدون اضافات، يعني عسل تاع الكوميرس ايبي مسخون، يعني ما دفيته ما سخنته ما والو وما زدت حتى حاجه. لاحظوا جيدا هنا كي نحطوا بالطريقه هذه كما قلت لكم العجينه تاعي ما فيهاش العسل ولا سكر ولا حتى سيرو، راح تطول باش تحمر معاي. تطول باش تحمر معاي يعني ما راحش تبدا تحمر حتى طيب من الداخل، يعني تجي سوا كي تبدا تحمر معاي وكي تحمر وتكتسب اللون مليح، في نفس الوقت راح تكون طايبه من الداخل. هذه هي. نخلطوا حنايا بهذه الطريقه باش نقلبوا باش يتحمروا من كل الجوانب، ومباشره يعني نصفيو ونحطوا مباشره في الصحن تاع لما يكتسبوا يعني اللون اللي حابينه حنايا. كما قلت لكم الماده الحلوه داخل في العجينه راح تسرع على الاحمرار تاعها على حساب الطياب تاعها من الداخل. هذه هي. كما راكم تلاحظوا نحطوهم يعني من الزيت مباشره في نص العسل، نضغطوا عليهم جيدا، يعني نحركوهم باش يدخل العسل مليح، ونخليوهم في الصحن هذاك لمده 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى يمتصوا مليح العسل، ومن بعد نصفيهم ونحطوهم في صحن التقديم. صدقوني الوصفه هذه تبعوها بكل المراحل اللي مديتها لكم، ما تحطوا يعني عسل، ما تحطوا سكر، ما والو. ديروا كيما درت لكم هنايا. الشكل يعني تقدروا تحكموا فيه كما حبيتي، وانا درت الشكل متوسط، يعني المقياس تاع الحبه متوسطه هكا جاتني كيما الحبه تاع البلح قد. تقدروا ديروها اصغر من هكا، تقدروا ديروها يعني طويله كيما نشوفوها تتباع في المحلات هنا في الجزائر. ايضا ملاحظه، الكميه اللي ديروها، يعني انا نفضل انكم ديروا يعني قليه واحده، لانه الزيت لازم يكون بارد جدا. يعني ديروا الكميه على حسب حجم المقلاة اللي عندكم باش العجينه تقلى كامله في مره واحده، لانه لازم الزيت تكون بارده. اذا درتيو 2 مقلات يعني 2 قليات راح تضطروا انكم تستناو وقت طويل حتى ما يبرد الزيت تماما. ولذلك انا ننصحكم ديروا كميه تاع العجينه توافق حجم المقلاة اللي عندكم. هذه هي. نتمنى تجربوا الوصفه وتخليوا لي ارائكم تحت الفيديو. من اللي مازال ما اشتركش نتمنى انه يشترك في القناه. الكثير من الوصفات يعني كاينه في القناه ومازالت راح تكون وصفات اخرى بحول الله. ايضا اللي وصل معي للمرحله هذه وشاف الوصفه وعجبته، نتمنى انه ما ينساش اللايك، والى الملتقى في وصفه جديده بحول الله.